تعالى بقى نسمي الله. تعالى هنراجع النهارده مراجعه سريعه عن مراقبه جوده الانتاج. لا لسه، يعني دلوقتي هنخلص. بصوا يا جماعه، في الحصه النهارده هنشرح حاجه اسمها مراقبه جوده الانتاج. حلو. وهنراجع على سؤال مهم في التفاضل، وهنشرح البرمجه الخطيه. الاسئله اللي جايه فيها يبقى كام درس معايا؟ 3. ايه هما؟ ما احنا خدناها، بس هنحل سؤال مهم. هنحل سؤال مهم تاني عليها. تعالى، السؤال ده مهم جدا جدا جدا، سواء انت انتساب او انت انتظام. تعالى نقوله مع بعضينا. ايه هو السؤال؟ بيقول لي وفقا للمواصفات، عندي من كل 1000 عينة يا علي عندي 1000 رصاصة. في كم واحدة صالحة؟ 70. صح؟ قال لي توجد 70 رصاصة صالحة. حلو. هو انا عندي مكونة من كام؟ مكونة من 3 أجزاء. قال لي عاوز مقارنة الاحتمال النظري والاحتمال الفعلي. وسؤال تاني ممكن يجي لي وهو التوزيع. قارن بين التوزيع النظري والتوزيع مين؟ الفعلي. احل السؤال ده ازاي لو انا شغال مراقبة جودة انتاج؟ ده هيجي لك انت انتساب ولا انتظام؟ هيجي لك. مين فاكر اول خطوة بعملها ايه؟ صح. اول حاجة بعملها رقم 1 بطلع حاجة اسمها اجمالي ايه؟ اجمالي العدد او اجمالي العينات. بجيبه ازاي يا جماعة؟ بص كنت بقول ازاي؟ 0 في بضرب ده في ده، 0 في 120 واقول يساوي 1 في 250. صح كده؟ يساوي اللي بعديها 2 في كام؟ 370 واقول يساوي 3 في 160 واقول يساوي. يلا اضرب لي كل واحدة على الآلة كده لوحدها. ده أول سؤال أهو معايا. أحله إزاي؟ اسمها إجمالي العدد. جبته إزاي؟ تاني واحدة واحدة. إيه اللي أنا عملته؟ قلت 0 في كام يا طائفة؟ في 120 وأقول يساوي 1 في 250 وأقول يساوي 2 في 370 وأقول يساوي 3 في 160 واقول يساوي. الاولى طلعت معايا على الاله بصفر، الثانيه 250، الثالثه 470 480 دي 740. حلو. واحده واحده. 480. طب المجموع بتاعهم كام يا رجاله؟ المجموع بتاعهم كام؟ لازم تجمعهم مع اسم اجمالي العدد. كم؟ 1470. متأكد؟ جمعتهم؟ 1470. تمام. دي كده أول سؤال معايا. في مشكلة فيه؟ سهل ولا صعب؟ سهل. طب تاني سؤال بطلعه وهو حاجة اسمها المتوسط. اجيب المتوسط ازاي؟ بقول لنفسي كده المتوسط بيساوي الاجمالي على المجموع. لو انا جيت كده قلت لك هو انا الاجمالي بكام يا طائفه؟ 1400 وكم؟ 1470 على مجموعهم كام يا رجاله؟ 1000. يلا على الآلة بتاعتي يطلع لك المتوسط بكام؟ كام؟ طلع معاكم بكام؟ كام؟ 1 علامة 47. كده ده تاني سؤال جبته اسمه ايه؟ اسمه المتوسط، وده مهم. طب تالت سؤال بجيب حاجة اسمها الاحتمال الفعلي. بجيبه ازاي؟ بقول لنفسي كده المتوسط على العدد. هو انا لو سألت سؤال المتوسط يقرا بكام؟ لا، 1 علامة 47 على عددهم كام يا رجالة؟ 3. العدد بجيب عن العدد اهو كام؟ 3 اهو. 3 او مكونة من كام؟ من 3. يلا طلع معاكم بكام؟ كم؟ علامة 0 كم؟ 49. صح كده؟ مش طلع معاك كده على الآلة؟ مظبوط؟ مظبوط. في مشكلة كده؟ طب ينفع اجيب بقى الفرق؟ رقم 4 عاوز اجيب الفرق
بص السؤال اهو اللي بيسالنا عليه الفرق بين الاحتمال النظري والاحتمال الفعلي. انت تجيب ايه فيهم ولا انا بجيب كله؟ ايه؟ لا انت تجيب بقى كله. اسمع مني، حل كده بالطريقه دي، يعني ابدا اشتغل كده هتلاقي نفسك الدنيا تبقى احسن لك. يلا يا جماعه، لو انا عايز اجيب الفرق، بص لو عايز اجيب الفرق بين الاحتمال النظري والاحتمال الفعلي، هو النظري عندي بكام؟ قال لي انا عندي كام رصاصه؟ 1000. منهم كام واحده صالحه؟ يعني كام من 10؟ 7 من 10. 7 من 10. يبقى الاحتمال النظري بتاعي ب7 من 10. اطرح منه الاحتمال الفعلي اللي انا جايبه بكام؟ ب49 من 10. تقوم تديني كام على الآلة؟ تديني 0.21. يعني كده انا صار زيرو علامة كام؟ 21. اسأل سؤال، هل ده مطابق للمواصفات ولا لا؟ اعرف ازاي من هو مطابق او غير مطابق يا طائفة؟ لا مش كده. في زيرو علامة، في زيرو كده يبقى انا كده مطابق. طب لو زيرو علامة رقم مثلا 1 أو 2 أو 3 أو أي يكن رقم يبقى غير مطابق. يبقى تاني، لو هو زيرو علامة بعد العلامة دي في زيرو يبقى أنا كده مطابق. طب في رقم يبقى غير مطابق. يبقى إذا أقول له الفرق بين الاحتمال النظري والاحتمال الفعلي هو غير مطابق. غير مطابق. في مشكلة كده في أول جزئية في الدرس؟ لا. طب دي كده ده السؤال الاولاني، دي مقارنه الاحتمال. طب انا عايز بقى مقارنه التوزيع، ابدا اشتغل بقى درس زي اسمها الحد اللي احنا كنا بنحله. تيجي نشتغله مع بعضنا. هخلص بس ونقول. عايز السبوره في حاجه امسحها؟ صور. ده سؤال مهم. ايه؟ لا هو مهم، ما قلتش كده. ولا سجل في منصه احسن، الصوره دي تبقى اول حاجه مقارنه الاحتمال النظري بالاحتمال الفعلي. طب انا بقى لو عاوز اجيب التوزيع اعمل ايه في التوزيع؟ بص بعمل جدول كده. بص بعمل جدول كده. بص اهو الجدول اهو بتاعي. بحط هنا الجيد اهو، عكسه غير جيد. احط الاحتمال بس. احط الاحتمال النظري. بص احط الاحتمال الفعلي. احط ما بينهم الفرق. يلا، هو انا عندي كام عينه؟ 3 صح؟ ببتدي بكام؟ بواحد ولا بزيرو؟ اقول لي كده نفسي 0 1 2 3. شكرا. في مشكله كده؟ يلا الناحيه الثانيه ما ارجعش بايدي فاضيه. اوعي ترجعي بايدك فاضيه. انا هنا نهيت بكام؟ ب3. يبقى ابدا من هنا بكام؟ ب0 1 2 3. طب انا عاوز الاحتمال، بجيب ازاي الاحتمالات؟ بص بحط العدد بتاعي. هو عددي كام؟ يبقى احط 3 3 3 3 وازود حاجه اسمها قاف قاف قاف. في مشكله؟ مفيش مشكله. طب هنا بقى 3 كام؟ 0. يلا حطها اهي. يبقى 3 قاف 0. هنا كام؟ 1. هنا كام؟ 2. هنا كام؟ 3. واعمل قوسين صغيرين كده. اعمل كام قوس؟ قوسين. واحد احط فيه الجيد والتاني احط فيه الغير جيد. واحد احط فيه الجيد واحط فيه الغير جيد. قال لي ان 70 رصاصه من 1000 يعني 7 من 10 جيده، صح كده؟ ادي الجيد 7 من 10. يبقى الغير جيد كام؟ بنكمل لل10 اللي هي 3 من 10. يلا دي 7 من 10 3 من 10 7 من 10 3 من 10 7 من 10 3 من 10. هو الجيد كان بيبدأ منين؟ 0. يبقى 7 من 10 أس 0 أس 1 أس 2 أس. ارجعش بإيدك فاضية. 0 1 2 3. في مشكلة كده؟ وابدأ أجيب كل واحدة لوحديها. يلا كده وريني كل واحدة لوحدها إزاي؟ لو عاوز تجيب كل واحدة لوحديها مفيش مشكلة.
هتقوم تديك الاحتمال. طب واحد عاوز ينجز ويجيب الاحتمال النظري دايركت على طول، بعملها بطريقه اسمها شفره مين؟ شفره فيفي. فيفي ده هتحل لك كل مشاكلك. ادي شفره اسمها شفره مين؟ فيفي اهي. في بحط العدد عندي كام؟ 3 اهو، وازود لها حاجه اسمها قاف سي. احط هنا يا جماعه الجيد كان بكام؟ 7/10 واداها اس اسمه س. عكس الجيد ايه؟ غير جيد بكام؟ 3/10 واداها برضو اس س، بس نقص منها العدد اللي هو كام؟ 3 في المجموع. يقوم يديني دايركت على طول الاحتمال النظري. تعالى كده اعملها على الآلة. عشان ادخلها على الآلة كمان، بص رقم 1 عشان ادخلها على الآلة بدوس حاجة اسمها مود 7. دي رقم 1. القاف دي عشان تخش على الآلة بتخش عن طريق حاجة اسمها شيفت على. شيفت ايه؟ على. طب السين بتخش بحاجة اسمها ألفا كوس. ألفا ايه؟ كوس. يبقى اكتب بقى على الآلة. فين آلتك؟ وريني الآلة كده. ورينا مصطفى الآلة ثانية. ابني وريني ثانية. هعملها بس عشان الناس تشوفها. اهي يا جماعة الآلة بتاعتي اهي. حلو؟ الآلة اهي. اهي. شايف الآلة كده؟ ده آلتك اهي، صح كده؟ ده الآلة. هتعملها ازاي؟ رقم 1 اهو، بدوس مود 7. بدوس ايه؟ مود 7. حلو. طب هنا كام بقى؟ عندي كام؟ 3. ادي 3. هنا ايه؟ قاف، صح؟ القاف بعملها ازاي؟ شيفت على. ادي القاف اهي، شيفت على. السين الفا كوس. الفا كوس. هنا علامة ايه؟ في اهي. هنا كام؟ 7/10. 0 علامة 7. اداها اس فاضي اهو، اكس وعليه مربع فاضي. السين ازاي؟ الفا كوس وانزل اقول في. هنا كام؟ 3/10. ادي 0 علامة 3. اداها اس فاضي. هنا كام؟ 3 ناقص س. 3 ناقص والسين الفا كوس وانزل اقول في. المجموع كله بكام يا جماعة؟ ب1000 اهو. المجموع 1000 واقول يساوي. دايما لو طلع لي الستارت دايما بصفر. الستارت دايما او لو جالك كلمه اسمها كلمه ستارت دايما بكام؟ بصفر. طب النهايه بالعدد اللي عندي. العدد هنا عندي كام؟ 3. ادوس 3 يساوي. في مشكله؟ سهله ولا صعبه؟ طلعت لك كام بقى الاحتمال النظري عندك هنا؟ 27. اول واحده طلعت لك كام على طول؟ 27. 189 441 343. في مشكله؟ لو انا بقى عاوز اجيب الفعلي، بص الفعل اهو جاهز اهو. كام هنا؟ 120 250 370 160. مليني كده 120 250 370 160. شكرا. لو انا عاوز اجيب الفرق بقارن ايه بين ايه؟ كنا بنقوله الفعل ناقص النظر. يلا 120 ناقص 27 يديني كام؟ 93 اهو 93. 250 ناقص 189 يديك كام؟ 61. 370 ناقص 441 تديك كام على الآلة؟ اديني -71. سالب 71. طب 160 ناقص 343 تديك كام؟ اديني 100 سالب 183. سالب 183. لو سألت وقلت لك هو ده مطابق للمواصفات الاحتمالات ولا لا؟ عرفت ازاي؟ قال لي لو آخر رقم عندي سالب يبقى مطابق ولا غير مطابق؟ اقول له ده غير مطابق. طب لو كان اخر رقم عندي موجب؟ اخر رقم عندي لو موجب كنت اقول له ايه؟ مطابق. في مشكلة كده يا جماعة؟ سهل ولا صعب؟
السؤال ده مهم جدا جدا جدا. لو جه سالنا عن مقارنه الاحتمال النظري والاحتمال الفعلي بجيب له اجمالي العدد. ايه تاني؟ المتوسط. ايه تالتة؟ احتمال الفعلي. ورابع واحده بعمل الفرق، بطرح الاحتمال النظري من الاحتمال الفعلي. لو طلع عندي علامه زيرو كده، علامه زيرو علامه زيرو كده، مطابق ولا غير مطابق؟ مطابق. طب طلع زيرو علامه واحد غير مطابق. طب طلع 2 غير مطابق. لازم يطلع لي زيرو علامه زيرو يبقى هو مطابق. في مشكله؟ بعد كده طب لو طلب مني بقى التوزيعات بعمل له الجدول مكون من جيد غير جيد احتمالات توزيع نظري والفعلي والفرق. بحط الجيد على حسب العدد اللي عندي كام هنا؟ 3. ببدأ بالصفر 1 2 3. طب افرض يا مهند قال لي عندي 4 اكتب لغايه الاربعه، ارجع بايدي فاضيه ترد عليا وتقول لي لا ده 0 1 2 3. في مشكله؟ ودايما الاحتمال بكتب العدد بتاعي، العدد عندي كام؟ بكتب كل واحده قصادها العدد واديها حاجه اسمها قاف قاف قاف، وارجع اقول لنفسي هنا 0 1 2 3 اهو، يبقى 3 قاف 0 3 قاف 1 3 قاف 2 3 قاف كام؟ 3. واعمل قوسين، واحد مكون من الجيد والتاني مكون من غير الجيد. قال لي عرفت ازاي ان هو هنا الجيد؟ قال لي توجد 70 رصاصه من كام وحده؟ 1000. لو قسمت ال 70 على ال 1000 هيديني 7 من 10 اهي. الغير جيد المكمل بتاعي اللي هو كام؟ 3 من 10، يبقى 7 من 10 3 من 10. الجيد بديله الاسس بتاعته والغير جيد بديله الاسس بتاعته. لو عاوز في الامتحان تعمل كل واحده لوحديها فاذا هي هتضيع عليك وقت. عاوز تختصرها على طول اختصرها بشفره اسمها شفره في. ادي في بحط العدد وازود عليها حاجه اسمها قاف س. في 7 من 10 ده الاحتمال الجيد، 3 من 10 ده الاحتمال الغير جيد. الجيد بديله اس س، الغير جيد بديله اس س ناقص العدد. وانا واقف على الاله اضرب في المجموع. لو دوست عشان ادخل شفره في دي طائفه بعمل اول حاجه ايه؟ مود 7. بدوس حاجه اسمها مود 7. القاف على الاله بتتعمل بشيفت، على السين على الاله بتتعمل الفا قوس. في مشكله كده؟ سهله ولا صعبه؟ سهله. ده كده درس اسمه مراقبه جوده الانتاج، مثال مهم عليه. ايه؟ مجموعه ايه؟ اهو مجموعه موجود هنا في الجدول. اقفل بقى مصطفى سن. يلا. ده درس اسمه ايه؟ التفاضل. ده بقى اهم سؤال في درس التفاضل، مراجعه سريعه كده عليه. تعالى كده السؤال بيقول لي ايه؟ قال لي اذا كانت الايراد الكلي بيساوي 5 س اس 3 ناقص 10 س اس 2 ناقص 100، ودالة التكلفة الكلية 3 س اس 3 زائد س اس 2 زائد 75. أول سؤال قال لي إيه؟ قال لي أنا عاوز دالة الربح الكلي. دالة إيه؟ الربح يا جماعة ده لو أنا سألت أي حد سؤال قلت له ربحك كام؟ السوبر ماركت الراجل بتاع الإقلام ده قلت له ربحك كام؟ هيقول لي إيه؟ هيقول لي والله أنا كلفته مثلا التكلفة بتاعتي ب5 جنيه والايرادات اللي انا بعته بيها كان مثلا 8 جنيه، يبقى انا كسبت كام؟ 3 جنيه صح؟ نفس القصه هنا، انا عاوز داله الربح الكلي. الربح ده بنقص حاجتين، بنقص الايرادات من التكاليف. بنقص كام حاجه؟ الايرادات من التكاليف. فين الايرادات؟ الايرادات اهي. قال لي ان الايرادات الكليه بالمعادله دي والتكلفة الكلية بالمعادلة دي، صح كده؟ ينفع تنقص لي ده من ده؟ ينفع. يلا مين اللي ينقصني؟ بقول لي 5 س اس 3 اطرحها من 3 س اس 3 تديني كام؟ س اس 3 تنزل زي ما هي، و5 ناقص 3 تديني 2، يبقى 2 س اس 3. يلا س اس 10 سالب 10 س اس 2 وموجب س اس 2. الس اس 2 نزلها زي ما هي اهي. 11 س. تديك بقى ايه؟ سالب 10 ناقص 1 تقوم تديني سالب 11. يبقى 2 س اس 3 ناقص 11 س اس 2. في مشكله لغايه دلوقتي كده؟
حد عنده مشكله في الحته دي عشان سؤال مهم. طب اخر واحده سالب 100 اطرح منها 75 تديني كام؟ سالب كام؟ 175. في مشكله؟ ده كده اسمها داله الربح، بس هو ما طلبش داله الربح الكلي بس، وقال لي عاوز ايه؟ قيمته. هو قال لي عند حجم انتاج كام؟ معناه كده يا امل ايه؟ اشيل ايه؟ اشيل السين واحط مكانها 4 صح؟ يلا ادي 2 في شيل السين وحط 4 يبقى 4 اس كام؟ ناقص 11 شيل السين وحط 4 اس كام؟ اس 2 ناقص كام؟ ناقص 175. تطلع لي على الآلة كام؟ مين اللي يعملها على الآلة؟ تطلع لك على الآلة كام؟ سريعا. سالب 223. كم؟ تطلع لك كم؟ سالب 223. دي كده أول حاجة هو عاوزها اللي هو دالة الربح الكلي وقيمته. آدي دالة الربح وقيمته أهي. في مشكلة كده؟ مفيش مشكلة. نخش على السؤال التاني. أو هو جايب لك في السؤال عند حجم إنتاج 4، يعني بيقول لك يا مهند يعني بعد ما بتجيب الدالة شيل كل س وحط مكانها الرقم ده اللي هو كام؟ 4. بيتغير يعني ممكن يبقى 6 ممكن يبقى 7، يعني حاجة مش ثابتة. طب يلا، طب السؤال التاني عاوز إيه؟ دالة الربح الحدي، يعني بيقول لي اعمل تفاضل للدالة اللي أنت جايبها، هي الدالة اللي أنا جايبها كان بكام؟ 2 س أس 3 ناقص 11 س أس 2 ناقص 175. يلا نعرف نعمل لها تفاضل. مين اللي يعملها تفاضل؟ مين اللي يعملها تفاضل؟ لو عاوز اعمل تفاضل لده او التفاضل بضرب واطرح 2 في 3 ب6 واطرح من السين 1 يبقى 2 ناقص 2 في 11 ب 22 واطرح من ده 1 يبقى س. و5 175 بصفر. في مشكله كده؟ ليه؟ لان هي قاعده ثابته. طب يلا بعد كده قال لي عند حجم انتاج كام؟ 4، يعني اشيل كل س واحط مكانها 4 يبقى 6 في 4 أس 2 ناقص 22 في 4 يقوم يديني كام على الآلة؟ كام؟ 8. في مشكلة كده؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طب قبل الأخير عاوز إيه؟ دالة الإيراد الحدي، يعني بيقول لي شايف دالة الإيراد دي؟ عاوز كلمة حدي، يعني إيه كلمة حدي؟ تفاضل صح؟ يعني بيقول لي اعمل تفاضل للدالة دي. تعالى ناخد الدالة ونعمل لها كده تفاضل. هي كان بتقول ايه؟ 5 س أس ناقص 10 س أس ناقص كام؟ 100. مين اللي يعمل لها تفاضل؟ مين اللي هيعمل لها تفاضل؟ يلا بص، 3 في 5 بكام؟ 15 س أس كام؟ ناقص 2 في 10 ب 20 س وسالب 100 لها تفاضل؟ بصفر ما بيتكتبش، بس قال لي عند حجم انتاج كام؟ 4. اوعى تنسى يعني اشيل كل س واحط مكانها يبقى 15 في 4 اس 2 ناقص 20 في كام؟ في 4. تطلع معايا على الآلة بكام؟ 160. دي كده اسمها ايه؟ اسمها دالة الإيراد الحدي. طب آخر واحدة عاوز ايه؟ دالة التكلفة الحدية. بيقول لي هات المعادلة دي اعمل لها ايه؟ تفاضل. قولي كده المعادلة بتقول ايه؟ 3 س أس كام؟ 3 س أس كام؟ 3 زائد س أس 2 زائد 75. مين اللي يعمل تفاضل لدي؟ 9 س أس 2 زائد 2 س و7 و75 بصفر. يلا اشيل السين واحط كام؟ يبقى 9 في 4 أس زائد 2 في كام؟ في 4. تطلع معايا 152. في مشكلة يا جماعة في السؤال ده؟ ده أهم سؤال في التفاضل. أهم سؤال فين؟ في التفاضل. مرشح إن هو هيجي. في حاجة مش فاهمها؟ بسم الله. بنتكلم بقى النهاردة عن حاجة اسمها البرمجة الخطية. البرمجة إيه؟ الخطية. البرمجة الخطية دي هي عبارة عن حاجتين. لو أنا راجل صاحب مصنع مثلا بصنع الأقلام ده، يهمني حاجتين. الحاجة الأولى إن أنا أجيب أعلى ربح من القلم ده،
صح؟ والحاجه الثانيه ان انا انتجه باقل تكلفه، صح؟ يبقى انا عندي كام حاجه؟ حاجتين فيها، ايه هي؟ هي عباره عن اعلى ربح او اقل تكلفه. لو انا بتكلم عاوز انتج حاجه اعلى ربح، يعني انا كصاحب مصنع عاوز اكسب من القلم ده كتير، بسميها اسمها نهايه عظمى. نهايه ايه؟ طب لو انا عاوز انتج باقل تكلفه بسميها حاجه اسمها نهايه صغرى. نهايه ايه؟ صغرى. في مشكله كده؟ لا. لو انت طالب انتساب فهي ممكن تجي لك، ممكن مرجح اللي هي تجي لك الاثنين، يعني ممكن يجي لك ممكن مساله كلاميه او القيود وانت تشتغل عادي، يعني الدكتور ما حددش انهي اللي تيجي. انما انتظام هي المساله الكلاميه فقط اللي هتيجي. تعالى بقى نبدا نشوف، ناخد واحده من هنا وناخد واحده كلاميه. افتح ملزمتك، هات اول سؤال. عندك في كذا سؤال، عندك سؤال مساله كلاميه ومساله قيود عاديه. القيود العاديه دي تيجي الانتساب، الكلاميه ممكن تيجي 90% للانتظام. قول كده اول سؤال، مش هنا ولا ده، اهو اول سؤال اهو، مثال رقم واحد. قول ده انتساب. مثال رقم واحد ده انتساب، يجي لك زي كده. قول كده السؤال. استخدم البيانات الآلية للإجابة على السؤال الثاني. تساوي مديني ر بتساوي 20 س 20 س زائد 15 ص زائد 15 ص. القيود التالية. ومديني شوية قيود. 2 س 2 س زائد 4 ص زائد 4 ص أصغر من أو يساوي 16. اهو. 3 س 3 س زائد 2 ص 2 ص أصغر من أو يساوي 12. 12. شكرا. بس عاوز بقى احل. شكرا. سيب ملزمتك، يلا تعالى معايا. ده سؤال كده، شايف شكل السؤال ده؟ ده 90% يجي الانتساب. شكل السؤال ده كده، مديني معادله اسمها ر. عارفين ر يعني ايه؟ داله الربح. اسمها ايه؟ داله الربح. ومديني كام قيد؟ 2. عشان احل السؤال ده لازم نعمل حاجتين فيه، لازم نطلع س وصاد. لازم نطلع ايه؟ س وصاد. بص يا جماعه بقى، في مره هفترض ان السين بصفر، ومره هفترض ان الصاد بصفر. شايف المعادله بتاعت داله الربح ده؟ ما تجيش جنبها دلوقتي خالص، سيبها على جنب نهايه المشوار. انا بشتغل على القيدين دولك. بشتغل على كام قيد؟ على الاثنين دولك. لو انا عاوز امسك اول قيد ده بس، اطلع منه نقطتين، اطلع س واطلع ص. اطلعهم ازاي؟ افترض ان السين بصفر، خبي السين. افترضت ان السين بكام؟ بصفر اهو. ادي القوس، اي قوس في الدنيا مكون من س وصاد، صح كده؟ في مره ان انا افترضت ان السين، طب الصاد اجيب قيمتها ازاي؟ قال لي لو عاوز قيمه الصاد اللي بره على اللي جوه، اقسم 16 على 4 تقوم تديك كام؟ 4 صح؟ يبقى جبت الصاد بكام؟ ب4. دي كده اول واحده. في مشكله معاك؟ فاهم ولا اعيد لك؟ تاني. عملت ايه؟ انا ماليش دعوه بدي خالص. مسكت اول قيد دي انا عايز اطلع منه نقطتين، س وصاد. افترض ان السين مره بصفر، افترضت ان السين بكام؟ طب عايز اطلع صاد اللي بره على اللي جوه. اللي بره 16 على 4 ادتني 4. كده انا افترضت ان مره السين بكام؟ طب ما تيجي نفترض ان الصاد بصفر اهو. بص مش اي قوس في الدنيا مكون من ايه؟ من س وصاد. افترض ان الصاد بكام؟ بصفر. خبي الصاد، يفضل ايه؟ 16 على الاثنين. 16 على الاثنين فيها كام؟ فيها 8. كده طلعت اول نقطتين. في مشكله؟ طب الصاد، يلا اطلع نفس القصه بقى. يلا ده كده القيد الاولاني، اطلع القيد الثاني نفس القصه، نفس النظام اللي انا عملته. عملت ايه؟ يلا مين اللي يقول لي؟ اهو اول حاجه اقول له س صاد. ادي القوس الثاني س صاد. بص مره افترض ان السين بصفر، مره افترض ان الصاد بصفر. اهي السين خلاص مش عاوزها.
12 على الاثنين فيها كام؟ ستة. فيها 6. طب يلا. عند الصدق سمنة. ايه؟ مش كانوا في الصدق سمنة ولا ضرب؟ ضربنا؟ ما ضربناش خالص. ما ضربتش كده؟ ما جيتش جنب الضرب. 16 على 4 فيها 4. 16 على الاثنين فيها 8. فاهمني؟ يلا. انت لسه فاهم منه؟ ها؟ مش كويس أوي. يا اخي انت برضه الصحة أهم حاجة في الحياة. وتهتم بصحتك أهم حاجة في الحياة. سيبك من التعليم. يلا 16 على 12 على 6 فيها كام؟ 12 على 2 سوري فيها 6. طب مرة يلا بقى 12 على 3 فيها مش هتعرف أنا فيها 4. في مشكلة كده؟ لغاية دلوقتي في مشكلة؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ في مشكلة؟ أرسم بقى. بصي بقى في الرسم في الامتحان ايه؟ ايوه بس انا في ناس قاعده انتساب، ما انا هديك مساله من دي ومساله من دي. يعني عشان برضه الناس ما نظلمهاش معانا. يعني ناخد مساله كده ومساله كده. تعالى بقى نرسم. انت في الامتحان في انتظام انت اللي هتطلعي دولك. ثم تبداي تشتغل عادي. هو الدكتور في الامتحان اديهم دي جاهزه. يشتغلوا بس كده. انت بقى في الامتحان تعملي حاجتين، تطلعي دي وتشتغلي كده عادي. يلا بقى نشتغل عادي. عاوز ارسم بقى. اهي يا جماعه ادي الرسمه بتاعتي. ترسم بس اهم حاجه بقلم رصاص كده ومسطره وحاجه نظيفه. يلا بنكتب هنا السين وهنا صاد. ادي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا هي النقطة دي كام؟ 0 وكام؟ 0 و4. فين الصفر؟ 0 عند السين اهو. و4 عند الصاد. انت اللي هترسمي. 0 عند السين و4 عند الصاد. في مشكلة؟ 0 عند السين اهي و4 عند الصاد. النقطة الثانية السين بكام؟ والصاد ادي الصاد ب0 والسين فين؟ ب8 اهي. شايفه الاثنين دولك اهم موصلين ببعض. زي ما عملت هنا اعمل هنا. يلا س بكام؟ والصاد ب6 يبقى 0 اهي عند السين والصاد ب6 اهو. يلا الناحية التانية 4 و0 ادي ال4 صح كده؟ والصفر عند الصاد واوصل ببعضيهم كده. التوصيل بتاعي مش حلو. اهي. في مشكلة؟ لا ترسميها بالورقة بتاعتك اللي انت بتكتبي فيها. ممكن يبقى فيه وممكن ما يبقاش فيه عادي، بس كده انت فيه سواء فيها او ما فيش انت بترسمي بالمسطره. فاهماني؟ يعني مش ده الشرط اللي احنا نشغل بالنا، الشرط اللي انا اعرف ارسم بس الرسمه. يعني اكيد الدكتور مش هيدقق في كل رسمه بالظبط. لا. تعالي بقى نبدا نطلع عليها النقط. عندي كام نقطه؟ عندي 3. نقطه اسمها ا ب ج. كام نقطه؟ 3. ا ب ج. النقطة بتاع أ وج ده بطلعها من هنا. النقطة بتاع ب بطلعها بالآلة. تيجي نطلع أ وب الرسمة بس ناخد جزء عشان ما نتوهش. ده كده رقم 1 في المسألة وأنا بحل. ده كده فيها مشكلة؟ حد عنده مشكلة في اللي قاعد في ده؟ طب تاني واحدة الرسمة. تعرف ترسم زي كده؟ سهلة ولا صعبة؟ مش صعبة سهلة. طب تالت حاجة النقط بقى. عندي 3 حاجات أطلعهم أ وب وج. كام حاجة؟ أ ب ج. أ وج بجيبها من هنا والب بجيبها بالآلة. أ وج اطلعهم من هنا ازاي؟ بصوا يا جماعة هي ده علامة أكبر من ولا أصغر من؟ أصغر منها ويساوي. بتكلم سؤال واضح، ده أصغر ولا أكبر؟ أصغر صح؟ معنى كلمة أصغر يعني آخد أصغر نقطة هنا وأصغر نقطة هنا. مرة واحدة تتكتب في أ ومرة الثانية تتكتب في ج. أصغر نقطة هنا كام؟ 0 و4 ولا 8 و0؟ 0 و4. أهي. ما اي 0 و4 مش بخترع الذره. الثانيه 0 و6 الصغيره ولا 4 و0؟ 4 و0 تتكتب في الجيم. في مشكله كده؟ في مشكله؟ ايه اخترعت الذره حاجه؟ ما اخترعتش حاجه. طب افرض دي اكبر من
هاخد الرقم الكبير اللي هو 8 و0، يعني كنت هحطها هنا، و0 و6 كنت هحطها هنا. في مشكله؟ في مشكله في الحته دي؟ لا. رقم ب بقى دي بطلعها بالاله، هي المفروض ان انت تطلعها بالرسمه. يعني نقطه التقاطع اللي هي تبقى تقاطع النقطه فين؟ بص اتقطعت في كام عند كام؟ 3، وعند السطح في كام؟ في 2، صح؟ طب افرض انا مش راسم صح واتلخفنت، اطلع النقط غلط؟ لا، اعملها بالاله احسن لي. امسك آلتك كده وتروح دايس لي كده على الاله، تكتب كده على الاله مود 5 1. مود كام؟ مود 5 1. يلا، وتدخل لي المعادلتين دولك على الاله. تكتب كده 2 يساوي 4 يساوي 16 يساوي، كتبته؟ 2 3 ثانية. 3 يساوي 2 يساوي 12 يساوي. يبقى تاني يا طائفة كل اللي انا عملته ايه؟ ألف وب طلعتهم من هنا. ازاي؟ علامة أصغر، آخد أصغر رقم من هنا وأصغر رقم من هنا. النقطة اللي في النص بطلعها مهند ب بالآلة. ازاي؟ عن طريق مود 5 1، وأدخل الكودين دولك. أدخل الكودين ازاي؟ أدوس على الآلة 2 يساوي 4 يساوي 16 يساوي 3 يساوي 2 يساوي 12 يساوي. طلعت معاك كام على الآلة؟ طلعت معايا ان السين ب2 وان الصاد بكام؟ ب3. طلعت الثلاث نقط بتوعه ولا ما طلعتهمش؟ طلعتهم. في مشكله؟ في مشكله؟ لسه المساله ما خلصتش، طول بالك شويه. ده هو القوس ده عباره عن ايه؟ اي قوس عباره عن ايه؟ مش السين وصاد؟ صح كده يا جماعه؟ ولا انا بتكلم غلط؟ مش اي قوس عباره عن سين وصاد؟ شايفه بقى اللي احنا كنا راكنينها دي؟ جه بقى وقتها هي كانت بتساوي ايه؟ 20 س زائد 15 ص، صح كده؟ صح كده؟ مش دي المعادله بتاعت داله الربح؟ عاوزين نعوض بقى عن كل نقطه فيها. يعني امسكي كده النقطه الاولى يا طائفه، هنا في كام؟ اهي. شيل السين وحط مكانها الرقم ده. كام ده؟ يبقى 20 في كام؟ زائد هنا كام؟ 15. ده كام؟ 4. يبقى شيل الصاد وحط 4 واقول لي يساوي. سيبها دلوقتي نعملها في الاخر. اللي بعديها يلا شيل 20، اشيل السين واحط 2، يبقى 20 في 2 زائد 15، والصاد اشيلها واحط 3 تديني يساوي. طب يلا اللي بعديها 20 في 4 زائد 15 في 0. اول واحده مين اللي يعملها؟ اول واحده طلعت معايا 60. تاني واحده 85. تالت واحده 80. صح كده؟ صح؟ صح؟ صح خلاص ولا كده؟ هو طلعت معاك 85. بص بقى يا جماعه، لو سالني في السؤال في الامتحان وقال لي كده النهايه العظمى كام؟ النهايه العظمى اكبر رقم كام هنا؟ يبقى 85. اقول له 85. طب قال لي كده النقطه، اقول له كده النقطه التي تحقق اكبر ربح كان كام وكام؟ اكبر ربح مش كان 85؟ النقطه بتاعتها كام وكام؟ 2 و3. تكتبي له كده بعد ما بتخلصي. ده شكل السؤال اللي جالك في البرمجه الخطيه لو جالك قيود. سهل ولا صعب؟ ما تحسش الموضوع صعب، هو الموضوع سهل، بس انت عاوز بس مره واثنين وثلاثه. عاوزه تصوري؟ ايه لا انتظام، اقول لك بقى انتظام هتعمل دبل. انت شايف الخطوات دي؟ هي نفس القصه، بس انت اللي هتطلع القيود اللي هناك دي. فاهم قصدي ايه؟ مسهلينها لنا. مسهلين عشان انت المنهج كله مكرر عليك. ما تقلقش. وقف البتاع دي يلا عشان مثال رقم 2. بصنع الانتاج. يلا تعالى بقى ناخد المساله الكلاميه بتاعه البرمجه الخطيه. يلا. بصنع الانتاج لعب الاطفال يقوم بانتاج نوعين من الالعاب. النوع الاول بص يا جماعه، اول حاجه قبل ما اقرا السؤال عرفت ان هي مساله كلاميه، بعمل لنفسي كده جدول اهو وراح اشوف هما ايه. اقرا كده بقى وقول لي. لا عندي كام نوع الاول؟ بقول لنفسي عندي كام نوع؟ نوعين. ده بعمل مساله كده اهي.
اي نوع اسمه ايه ونوع اسمه بي. كمل. تحتاج الوحدة من النوع الأول إلى ساعة واحدة. النوع الأول بيحتاج قد ايه؟ ساعة. يسأل سؤال مين الأول ايه ولا بي؟ يحتاج كم وحدة؟ ساعة. اي ساعة واحدة في قسم التغليف وساعة واحدة في قسم التغليف. ده قسمه اسمه ايه؟ التغليف صح؟ اهو يحتاج ساعة وساعة. كمل. قسم التجميع ساعة هي في الأولى بس، وقسم التغليف ساعة. مع ساعة وساعة. كمل. بينما تحتاج الوحدة من النوع الثاني. الوحدة الثانية مالها؟ اللي تحت اهو. ساعتين. يحتاج الكم؟ تغليف ساعة. والتجميع ساعتين. واحدة واحدة يا جماعة تاني. وريني. انت مش وريني. الوحدة الثانية ساعة. وريني بس عشان مش فاهم انت. بص يا جماعة عندي مصنع او امسح لك خالص اهو. بص عندي السؤال بيقول لك مصنع في لعب الاطفال. حلو. مصنع بيعمل ايه؟ بينتج لعب الاطفال. يكون بينتج نوعين. ادي نوع اسمه ايه ونوع اسمه بي اهو. هكتبهم لك كده احسن اهو. نوع اسمه ايه يا جماعة؟ ايه ونوع اسمه بي اهو. في مشكلة كده؟ في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. قال لك تحتاج الوحدة من النوع الأول إلى ساعة واحدة في قسم التجليخ. أدي عندك قسم اسمه التجليخ أهو. وقسم إيه تاني؟ التجميع. قال لي النوع الأول بيحتاج قد إيه؟ ساعة. فين الأول؟ إيه ولا بي؟ إيه يحتاج ساعة. شكرا. كمل. اللي تنطقه اكتبه. هو المسألة كلها اللي تنطقه اكتبها. بينما تحتاج الوحدة من النوع الثاني إلى ساعة في قسم التجليخ وساعتين في قسم التجميع. أنا عندي هنا احتاجت ساعة وهنا احتاج كم ساعة؟ ساعتين صح؟ ولا نسيت حاجة ما قلتهاش؟ وتحتاج الوحدة من النوع الأول إلى ساعة قلناها في قسم التجليخ وساعة في قسم التجميع صح كده؟ من النوع الثاني الى ساعه في التجليخ صح؟ الى ساعه فين؟ في التجليخ وساعتين في مين؟ في التجميع. فاذا كان المصنع لديه كم عامل؟ 2. عندي كم عمال؟ من قسم بقى ايه؟ التجليخ ولا الثاني التجميع؟ التجليخ. عندي كم نوع؟ 2 و3 عمال للتجميع. يبقى انا جايب في قسم التجميع كم؟ 3. ثانية. كل منهما يعمل 40 ساعة. يعني هما الاثنين هيعملوا كام ساعة؟ هما الاثنين بيقول لك كل منهما يعمل كام ساعة؟ 40 ساعة. يبقى اقول له ده هيشتغل 40 ساعة وده هيشتغل كام ساعة؟ 40 ساعة. كمل السؤال. كما ان اللعبة من النوع الاول تحقق قدره ربح كام؟ 2 جنيه. ومن النوع الثاني تحقق قدره ربح كام؟ 3 جنيه. عاوز بقى اعمل ايه؟ مش هو قال لي ان هي بتحقق الاولى كام؟ 2 صح؟ والثانيه 3. اعمل ازاي بقى المعادله؟ بص يا جماعه اديك طلعت معطيات صح؟ القيود. اول حاجه بعمل حاجه اسمها ايه؟ بعمل حاجه اسمها داله الربح. هي داله الربح قال لي بتحقق كام الاولى؟ والثانيه؟ يبقى اقول له داله الربح بتساوي 2 س زائد كام؟ 3 ص. شكرا خلصت منها. طب انا في القيود عاوز اجمع القيود. هنا اي قيد في الدنيا بيتكون من س ص رقم صح؟ السين بواحد ما بتتكتبش زائد ص بواحد ما بيتكتبش. اصغر من دايما حطها عشان هو قال لي على الاكبر صح؟ هنا كام بقى يا جماعه؟ 2 في كام؟ 2 في 40 اهو. طب الثانيه س زائد كام صاد؟ 2 صاد اهي بيساوي كام؟ 3 في 4 120. وابدا اللي انا اشتغل عادي تماما خالص. لا عملت كده. دكتور السؤال غير معلش. الجدول الاولاني ده بيبقى عليه درجات؟ ما انت مش هتعرف تعمل دي غير لما تجيب دي. يعني هو انا ايوه الخطوات دي بتديني درجات. ايوه يعرف اللي انت فاهم. في مشكله يا اخواتي؟ سهله ولا صعبه؟ ايه عايز تعيدها؟ ماشي. بص هو قال لي ان النوع الاول في قسم التجليخ بيجيب ساعه
والتاني في التجميع بيحتاج ساعة. رجع قال لي ده بينما في النوع التاني في قسم التجليخ بيحتاج ساعة، وفي قسم التجميع بيحتاج كام ساعة؟ 2. قال لي أنا عندي 2 عمال وهنا 3 عمال. 2 عمال في قسم التجليخ و3 عمال في قسم التجميع. كل منهم يا مهند بيعمل كام ساعة؟ 40 ساعة. أنت بتشتغل 40 وأنا بشتغل 40. قال لي النوع الأول بيحقق ربح قدره 2 جنيه، ده اسمه الربح 2 جنيه، والتاني بيحقق قدره كام؟ 3 جنيه. ده معطيات الجدول. رقم 1 قلت لك بجيب حاجه اسمها الره دي اسمها داله الربح. قال لي الربح تحت كام؟ 2 وكام؟ و3. الاثنين دي مع س والثلاثه مع ص. طب رجع بعد كده بقى عاوز القيود. اي قيد في الدنيا بيتكون من س ص رقم. ادي س كتبتها هنا بواحد، ما رضيتش اكتب الواحد عشان الواحد ما بيتكتبش، والصاد بواحد ما بكتبوش، و2 في 4 ب 80 كتبت الرقم. نفس القصه الثانيه هنا س 2 صاد كتبتها، و3 في 40 بكام؟ ب 120. في مشكله كده؟